السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في قناتكم بيت التغذية. معكم مختص التغذية إسلام. اليوم جيت لكم في واحد الموضوع حول المياه المعدنية. حبيت نبين واحد النقاط حول المياه المعدنية ونعطيكم فكرة حول الماء اللي يناسبك. أول حاجة، كاين هنالك نوعان من المياه المعلبة المنتشرة في الجزائر. عندنا أول نوع ماء معدني طبيعي، وعندنا ماء منبع. صح، انت كي تقرا ماء معدني طبيعي وماء منبع تتحسبهم عندهم نفس الخواص، ولكن هما مختلفين. اول حاجه، ماء معدني طبيعي. الماء المعدني الطبيعي هو مياه جوفيه عميقه، وعندها خصوصيه انها تحافظ على الاستقرار تاع المكونات نتاعها. معناتها انه هذه المكونات الموجوده هنا ما بين كلور ونيترات كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم راهي تحافظ على النسب نتاعها، بعكس ماء المنبع. هذه النسب من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم راح تتغير. مثلا لو نعمل تحليل اليوم وبعد 3 أشهر، تلك المياه تغير من نسبها. لماذا؟ لأن مياه المنبع تتأثر بعدة عوامل، من بينها الأمطار ودرجة الحرارة. الآن نروح للنقطة الثانية. أنا كشخص، ما هو الماء المناسب لي؟ شوف، إذا كنت شخص بالغ، كي تروح تشري الماء تجي تقرا هنايا، وتروح مباشرة عند الصوديوم تقرا هنايا. إذا صدتها أكثر من 20 ملغرام في اللتر فهو ماء غير مناسب لك. لماذا الصوديوم أكثر من 20؟ أنت كشخص بالغ، هذا الصوديوم راح يأثر على الضغط نتاعك. معناتها كي تشرب نسب عالية من ماء يحتوي على الصوديوم، الضغط نتاعك راح يرتفع. نروح لشخص آخر، مثلا أنا لو كنت أم مرضعة أو حامل أو لدي طفل صغير، لازم لي الماء نتاعي يكون غني بالكالسيوم والمغنيسيوم. معناتها نروح للقيمة التركيبية المتوسطة، نروح نشوف نسب عالية من الكالسيوم. في الجزائر مكاش مياه فيها نسب كالسيوم أكثر من 200، ولكن هنالك أنواع متوسطة، يعني من فوق 70 90 100. هذا هو الماء اللي يناسبك. الشخص الثالث، مثلا إذا كان شخص عنده مشكلات هضمية، وخاصة راهو جاي شهر رمضان، أنا نروح نحوس على ماء فيه نسبة جيدة من البيكربونات. هذه البيكربونات راح تساعد الناس اللي عندهم حموضة وعندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. وكاين واحد النوع من المياه عندها البيكربونات مرتفعة بزاف. هذوك البيكربونات المرتفعة بزاف يساعدوا شخص عنده حجر صغير في الكلى. الآن نروح للنقطة الرابعة، اللي هي كاين بزاف أمهات يستخدموا المياه المعدنية في إرضاع الصغار نتاعهم. يعني كي تجيب حليب ودير له القرعة نتاعو، راهي تحتاج ماء معدني. تحاول هذيك الأم وتروح تخير ماء بقايا الجافة نتاعو أقل من 500، لأنه الكلى تاع الطفل الصغير غير كاملة النمو، والبقايا الجافة راح تأثر على الكلى نتاعو. في الأخير راني خليت لكم بعض العلامات وواحد النسب نتاعها تجدونها في الفيديو. وللعلامة اللي ما لقيتوهاش، دائما نحاول أني نقرأ القيمة التركيبية في كل 1 لتر ونخير الماء اللي يناسبني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.